فيديو النهاردة عن عادة شائعة جدا عند الأطفال وهي مص الإصبع. ودي احنا بنعمله توعية للأمهات عشان يخلوا بالهم. في كتير منهم بيسألوا هل الموضوع ده عادي ان الأطفال تعمله، وبيقلقوا كمان لو ممكن يسبب مشاكل في السنان. فالفيديو ده هجاوبكم على كل أسئلتكم. في الحقيقة العادة دي طبيعية جدا عند الأطفال الرضع، لأنها حاجة بتحسسهم بالأمان وبالراحة لما بيعملوها. المشكلة بقى لو العادة دي استمرت بعد 4 سنين، هنا بنبدأ نقلق، لأن ده هيأثر لنا على الفك وهيأثر لنا على الأسنان بطريقة رهيبة. المشكلة بقى ان بيبدأ يحصل ان العضة بتاعتهم بتفتح زي ما انتوا شايفين كده. العضة بتفتح، فبيبقى العضة من قدام مفتوحة. ثانيا الأسنان الأمامية بتطلع لقدام، وهلاقي الأسنان اللي تحت كمان بترجع لورا، وده بسبب حركة الصبع اللي هما بيعملوها. ممكن كمان يأثر لي على النطق، ولو هو أكبر شوية من 4 سنين، لو هو مثلا 6 7 سنين، ممكن كمان يتأثر بالشكل ويلاقي صحابه بيتنمروا عليه. يبقى امتى نبدأ نقلق؟ اول ما الاقي الطفل عدى 4 سنين والعادة دي مش بتقف، ابدأ اروح للدكتور عشان نطمن. والحلول بتاعتي بتمشي كالآتي: اولا بنبدأ ان احنا نقعد مع الطفل، نبدأ ان احنا نفهمه ان الموضوع ده غلط، ونبدأ ان احنا بالراحة ممكن نحاول ان احنا نسهل الطفل في العاب يقعد يلعب، نشغله طول الوقت. كل ما يفكر ان هو يحط صباعه في بقه نطلعه له بالراحة وبأسلوب لطيف، وان هو يتشغل في حاجات تانية غير ان هو يفكر في الموضوع ده اصلا. ساعات بقى المشكلة بتبقى نفسية عند الأطفال، إن لما الأم بتقعد تقول له كل شوية إن هو طلع إيدك من بقك، طلع إيدك من بقك، هو بيرتبط عنده إن اللي هو لما بيحط صبعه في بقه يبقى هو محور اهتمام، فالأم بتهتم بيه، فيبدأ إن هو يعمل كده عشان يجذب انتباه الأم. خصوصا لو هو مثلا في بعديه طفل صغير وحاسس ان هو ما بقاش محور الاهتمام، فاحنا لازم نهتم بالجانب ده. وساعتها بنقول للام انها ما تهتمش بيه اصلا، ولو حط صباعه في بقه تعمل انها مش واخده بالها، بحيث ان هو يعرف ان ده مش مصدر اهتمام. لو الطريقة دي ما نفعتش، بنبدأ ان احنا ممكن نحط شطة مثلا او اي حاجة طعمها وحش بالنسبة للاطفال على الصبع اللي هو بيمصه على طول، وبالتالي هو تلقائيا لما يجي يحطه في بقه هيحس بطعم وحش، فهو تلقائيا مش هيحب يحطه في بقه. او ممكن مثلا نحط بلاستر او اي حاجة على الصبع اللي هو بيعمل بيه العادة ديت، وهو مع الوقت هيبدأ ان هو ينسى الموضوع خالص تدريجيا. لو جربنا ده ان احنا نتكلم مع الطفل وجربنا الموضوع ده وما نفعش، بنلجأ بعد كده خصوصا لو هو سنه كبير نلجأ للأجهزة زي اللي انتوا شايفينها في الصور. ده جهاز ده بيتحط على زي ما انتوا شايفين، بيتحط جوه البق كده، بحيث ان هو لما يجي يحط صبعه جوه بقه هيحس بحاجة بتشكه او حاجة مش مريحاه او مش عارف اصلا ان هو يحط صبعه في بقه. وبالتالي مع الوقت بيبدأ ان هو يبدأ ان هو يبطل العادة ديت. ولو حصل بقى اوريدي حصل تغير في الاسنان، فاحنا ما بنوقفش الاجهزة ديت لغاية اما العضة اللي قدام اللي كانت مفتوحة تبدأ انها تقفل. وبنحط كمان مثبت عشان يثبت الأسنان على وضعها عشان ما ترجعش تاني. ممكن نحط المثبت ده لمدة 6 شهور. يبقى أول مشكلة بنقلق منها إن احنا وهو بيمص صباعه، زي ما قلت لكم، إن هو يلاقي العضة بدأت تفتح، بدأت المشاكل الأسنان تتغير. هنا بنبدأ نلجأ للدكتور ونروح على طول للدكتور، لأنها في المستقبل بتعمل مشاكل في الأسنان كبيرة جدا. يبقى زي ما اتكلمنا لغاية 4 سنين الموضوع طبيعي، بعد كده بنبدأ نقلق ونبدأ ان احنا نتدخل. وبس كده، مطولش عليكم، ولو محتاجين اي حاجة اسألوني في الكومنتس. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ومع السلامة.